السلام عليكم، كنتمنى تو الموند تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله نحضر معكم مقبل الجزر المشرمل. كيجي بطريقه لذيذه بزاف سهله، تقدروا تقدموه مع الغداء او العشاء او لا غير بوحديتو. كيجي لذيذ بزاف، سهل وسريع. تبعوا معايا طريقه التحضير حتى الاخير. كما كتشوفوا معايا نحتاج الجزر، الكميه والعدد كيبقى على حسب افراد الاسره. كما كتشوفوا معايا هنا كنقي هذاك الجزر، كنحاول ما نضيع منه حتى شي حاجه. هاد المقبله هذه كتجي لذيذه بزاف، سهله وصحيه، كتجي بواحد المذاق مختلف ورائع، وانا متاكده غتعجبكم وغتنال الاعجاب ديالكم. هاد الطريقه هذه صحيه، احسن ملي كتكون في الطهي فوق من البوطه. هذه كتشرملوها على طريقه الزيتون البلدي. تبعوا معايا الطريقه ديال التحضير، راها سهله بزاف ولذيذه بزاف وغتعجبكم ان شاء الله. كما كتشوفوا معايا قطعت هذاك الجزر ديالي، نتوما قطعوه على حسب اللي بغيتو. انا قطعته هذا الشكل ديال الدوائر، تقدروا تقطعوه نفس دائره او لا تحيدوا له هذاك اللوب ديالو الوسطاني وتخليوه هكا طويل، المهم على حسب الشكل اللي كتبغيو. انا احسن شكل او الطريقه اللي كتعجبني هي هكا دوائر، ما كيضيع منه حتى شي حاجه، كيبقى كامل. كما شفتوا معايا الطريقه اللي قطعته بها ما كنضيع منه والو. من بعد ما قطعته بالطريقه اللي بغيت، درت هكا كاسرونه فيها الماء، درت لها شويه ديال الملح وكنحطو فوق البوطه كيطيب. ما نخليهش يطيب مزيان حتى كيدقدق، غير يشد فراسو مزيان ويطيب ليا، وكنطفي عليه البوطه وكنصفيه كما غتشوفوا معايا. هنا احتاجيت القزبر ومعدنوس اللي هما يكونوا طريين من الاحسن. هاد الترميله هذه ديال الجزر كتبغي قزبر ومعدنوس يكونوا طريين. كذلك الحامض المصير خديت منه ربع ديال حامضه. كما كتشوفوا معايا الشكل اللي شفتوه معايا في الفيديو راه واضح، وطريقه التحضير كذلك واضحه. من بعد ما تسلق لي هذاك الجزر ديالي، كنحاول نخوي عليه هكا شويه ديال الماء بارد باش يبقى لي هذاك اللون. بالنسبه لهاد الطريقه هذه تقدروا تستعملوها في اي خضر سلقتوهم او لا فورتوهم ومشى منهم اللون، كتخويو عليهم هكاك شويه ديال الماء يكون بارد، كيبقاو في اللون ديالهم كيف ما كانوا. شوفوا معايا اللون كيفاش كان، بحال ما تسلق ما كان فوق البوطه، ما حتى شي حاجه، بقى في نفس اللون. وهو سخون كديروا لي الترميله اللي غادي تشوفوها معايا. بالنسبه للترميله ديالنا اللي غنديروها في الجزر المشرمل، هو كنحطوا عليه زويته بلديه وهو سخون، غير كيف ما كيتصفى لينا كديروا فيه شويه ديال الماء بارد. كنبداو نحطوا فيه المكونات ديال الترميله اللي شفتوه معايا. حطيت زيت زيتون، القزبر ومعدنوس اللي قطعته معكم، وحتى الحامض المصير اللي قطعته معكم حتى هو ضفتو. زدت عليه جوج ديال الحبات ديال ريوس ديال الثومه حتى هما حكيتهم. وهنا قبيصه تكون ديال الهريسه او الحار على حسب الذوق، الا ما كتبغيوهاش استغنوا عليها. كنحتاج حامضه اللي كنعصرها بهذا الشكل هذا اللي كتشوفوه معايا، كنعصرها كامله حتى هذاك اللب ديالها حتى هو كنحيدو منها وكنضيفو في المكونات. هاد الجزر هذا المشرمل كيجي محمض لذيذ بنين بزاف، ما غتشبعوش منه. بهاد الترميله هذه اللي غادي نحضرها معكم كيجي لذيذ بزاف، وانا متاكده غينال الاعجاب ديالكم، وراها سهله بزاف. تقدروا تقدموها حتى مع المشاوي، مع الغداء او العشاء، اي وجبه حطيتوها كتقدموا مع هذا الجزر هذا بهاد الترميله هذه. كيجي لذيذ بزاف، كيف قلت لكم من قبل كيجي بحال الترميله ديال الزيتون البلدي. هنا حطيت كاع ديك الحامضه، اللوب ديالها حتى هو، نقيت العظومه اللي طاحوا ليا كيف ما شفتوهم معايا مع المكونات. من بعد كنحتاج شويه ديال الابزار، معلقه عامره من الكمونه، الملح على حسب الذوق، كنزيد شويه ديال الخل. بهذا الخل اللي كنحط هو اللي كيخلي محافظ ليا على هذيك الجزر ديالي بهذيك التشرميله. تقدروا تحتفظوا به في الثلاجه من 3 ايام حتى الاسبوع بلا ما يخسر بلا حتى حاجه. من بعد ما تحطوا منه في اي وجبه، ضروري ما نزيدو فيه شويه ديال الخل اولا الحامض. عاد ديك الساعه حطوه في بواطه وديروه في الثلاجه كيبقى مزيان. كتقدموه بكل مره مع كل وجبه. ومن بعد ما قبل ما تقدموه مع الوجبه تقدروا تسخنوه فوق البوطه هكا في مقيله، ديروا شويه ديال زيت زويته بلديه، عصروا عليه شويه ديال الحامض، سخنوه وحطوه. بالنسبه لهذا الا كان بايت دازت مده ديال 3 ايام او 4 ايام، ضروري ما تسخنوه كيكون احسن. هنا كما كتشوفوا معايا خلطت كاع المكونات، حطيتهم جانبا تقريبا 10 ديال الدقائق حتى كيشرب ليا مزيان هذاك الجزر ديالي وهو سخون.
من بعد هنا كنقدمو في اناء اللي بغيت. انا قدمته في هذا الاناء هكا كامل، حطيته فيه. تقدروا تقدموه في طبيسلات صغارين وتحطوه هكا، كيجي منظر رائع. انا بالنسبه لي حطيته هكا حيت بغيت ناكلو غير بوحديتو بهذا الشكل هذا، ما حطيت معاه حتى شي وجبه. هكا تشهيتو وقدمته، صراحه كيجي رائع بزاف ولذيذ بنفس المراحل اللي حطيت معكم. هنا تقدروا تزينوه باللي بغيتو. انا زينته بهذا الشكل هذا ديال الحامض، وعصرت عليه نص حامضه اللي بقات ليا اولا الربع ديال الحامضه اللي بقات ليا، عصرت عليه بهذا الشكل وقدمته. صراحه كيجي لذيذ بزاف، رائع، ما تشبعوش منه، غتنال الاعجاب ديالكم. جربوه بهذه الطريقه اللي شاركتها معكم وقدموه بالصحه وبالراحه، كيجي لذيذ بزاف. احسن طريقه واسرع طريقه، واهم شيء كتجي لذيذه وبنينه بزاف. هذيك اللذه ديال الحموضه مع الهريسه مع الثومه كيجي يا سلام. جربوه وان شاء الله نتمنى تنال الاعجاب ديالكم وصفه اليوم. تهلاو ليا في راسكم والله يعاونكم. نلقاكم ان شاء الله في فيديو جديد وفي وصفه جديده باذن الله. مع السلامه وفرجه ممتعه، وما تنسونيش من تشجيعاتكم والاشتراك في القناه وفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد واي وصفه جديده في قناه عالم فاتي. تهلاو ليا في راسكم، الله يعاونكم. السلام عليكم.